في طرف مدينة عربية كبيرة، وحيث تتلاشى الأصوات وتخفت الأضواء، كانت تقع قرية صغيرة تبدو كأنها خارجة من زمن قديم. قرية تنام مبكرا وتستيقظ على صوت الديكة وحفيف الرياح بين الأشجار. بيوتها طينية متلاصقة، جدرانها متشققة، تحمل آثار سنين طويلة من الفقر والصبر، وطرقها ترابية غير ممهدة، تتكسر عليها الأقدام في النهار، وتتحول إلى ممرات باردة صامتة في الليل. أما المصابيح فكانت قليلة، ضعيفة الضوء، تضيء مسافات صغيرة، ثم تستسلم للظلام المحيط بكل شيء. وكان أهل القرية بسطاء، يعرف بعضهم بعضا، يتبادلون السلام والهموم، ويخفون خلف ابتساماتهم وجوها أرهقها. الفقر وضيق الحال، لا أحد هناك كان يملك كثيرا، ولكن الجميع كانوا يملكون قصصا من الصبر والانتظار. وفي وسط هذه القرية كان يعيش شاب يدعى سليم، في أوائل العشرينات من عمره، وجهه هادئ وعيناه تحملان مسحة حزن لا تخطئها العين. كان طيب القلب قليل الكلام، يمشي في القرية بخطى هادئة كأنه لا يريد أن يثقل على الأرض، ولكن داخله كان مثقلا بهموم أكبر من سنه. كان يعمل طول النهار ليجمع قليلا من النقود، ويعود في المساء منهكا، يحمل معه تعب اليوم وقلق الغد. كان بيت سليم صغيرا متواضعا يقع في طرف القرية، يكاد يختبئ بين بقية البيوت. وفي داخله كانت تعيش أمه المريضة، امرأة أرهقها الزمن ونحل جسدها من المرض، تقضي معظم وقتها على فراش بسيط، تقاوم الألم بصبر صامت. وفي كل ليلة كان سليم يسمع سعالها الخافت يخرق سكون الليل، فيجلس قربها وقلبه ينقبض عجزا وحزنا. وفي ليلة باردة كانت الرياح تعصف خارج البيت، تصفر بين الجدران القديمة، وكانت أصوات الكلاب تنبح من بعيد، تضيف إلى الليل وحشة وثقلا. جلس سليم في ركن الغرفة، يخرج من جيبه نقودا قليلة، يعدها مرة بعد مرة، كأنه يتمنى أن تزداد بمجرد التكرار. ثم توقف وتنهد بثقل، وحاول أن يخفي دموعا بدأت تتجمع في عينيه. نظر إلى أمه فوجدها تحاول أن ترفع رأسها بصعوبة، فاقترب منها مسرعا وقال بصوت خافت ممتلئ بالحنان: كيف حالك يا أمي؟ هل تحتاجين شيئا؟ فنظرت إليه بعينين متعبتين، ورسمت ابتسامة ضعيفة على وجهها، وقالت: أنا بخير يا بني، لا تتعب نفسك كثيرا، الله كريم. خفض سليم رأسه قليلا وقال بصوت يختلط فيه الأمل بالألم: سأحاول يا أمي، سأحاول أن أجد علاجا لك قريبا، فلا تقلقي. فمدت يدها الضعيفة ووضعتها على يده، وقالت بهدوء: أكبر علاج لي هو أن أراك بخير يا سليم. سكت سليم ولم يجد ما يقوله، فكلماته كانت أضعف من أن تخفي حقيقة عجزه. فجلس بجانبها يمسك بيديها ويستمع إلى صوت الرياح في الخارج وصوت السعال المتقطع في الغرفة. وفي تلك اللحظة شعر أن العالم كله أضيق من أن يحتوي حزنه، وأن الليل أطول من أن ينتهي. وبينما كان الظلام يغمر القرية
ويغلق أبوابها على صمت ثقيل. كان سليم جالسا يحاول أن يتماسك، وفي داخله دعاء صامت لا يسمعه أحد، دعاء بأن يتغير شيء، أن يأتي فرج، أن تنقلب حياته من هذا الضيق إلى نور لا يعرف كيف يصل إليه. ولم يكن يعلم أن تلك الليلة الصامتة ستكون البداية لشيء لم يخطر له على بال. ومع أول خيوط الصباح، وقبل أن تستيقظ القرية كاملة، كان سليم قد فتح عينيه على يوم جديد لا يختلف كثيرا عن سابقه. نهض بهدوء حتى لا يزعج أمه، ونظر إليها لحظة، ثم تنهد وخرج من البيت، وفي قلبه ثقل لا يرى، ولكنه يشعر في كل خطوة يخطوها. كانت الشمس قد بدأت ترتفع في السماء، ومع كل دقيقة كانت حرارتها تزداد قسوة، تضرب وجوه الناس وظهورهم وكأنها تذكرهم بقسوة الحياة. سار سليم في الطرق الترابية، يحمل على كتفه كيسا قديما يجمع فيه ما يجده من خردة وأشياء مهملة، قطع حديد صدئة، زجاجا مكسورة، أو أي شيء يمكن أن يباع ولو بثمن قليل. كان ينحني مرة ويرفع رأسه مرة أخرى، يمسح عرقه بيده ويواصل دون شكوى. جسده متعب وظهره يؤلمه، ولكنه كان يجبر نفسه على الاستمرار، فلا خيار له. كل ما يجمعه اليوم قد يكون سببا في شفاء أمه غدا. وبينما كان يسير في أحد الأزقة، مر بجانب مجموعة من شباب القرية، كانوا يجلسون في الظل يتحدثون ويضحكون، وما إن رأوه حتى تغيرت نظراتهم، وقال أحدهم بسخرية: انظروا، جاء جامع القمامة مرة أخرى، هل وجدت كنزا اليوم يا سليم؟ فضحك الآخرون وتبادلوا نظرات الاستهزاء، فتوقف سليم لحظة ونظر إليهم، ولكنه لم يقل شيئا. خفض رأسه وواصل طريقه وكأنه لم يسمع شيئا، ولكن كلماتهم كانت تسقط في داخله كحجارة ثقيلة تؤلمه ولا يستطيع دفعها. وتابع سيره تحت الشمس الحارقة، خطواته أثقل وأنفاسه أشد، ومع ذلك لم يتوقف، فقد تعلم أن يبتلع ألمه ويخفي ضعفه ويسير دون أن ينظر خلفه. وعند الظهر، وبعد ساعات طويلة من التعب، توجه سليم إلى دكان التاجر في طرف القرية. كان دكانا صغيرا ممتلئا بالأشياء القديمة، ويقف خلف ميزان عتيق رجل يعرف بشدته في البيع والشراء وقلة رحمته. وضع سليم ما جمعه على الأرض وقال بصوت هادئ: هذا كل ما وجدته اليوم. فنظر التاجر إلى الأشياء ببرود وبدأ يقلبها بقدمه، ثم قال بنبرة جافة: هذه لا تستحق كثيرا، سأعطيك قليلا وخذه أو اتركها. شعر سليم بغصة في صدره ونظر إلى ما تعب في جمعه، ثم قال بتردد: لكني تعبت فيها كثيرا وهي تستحق أكثر من ذلك. فرفع التاجر عينيه إليه وقال بحدة: إذن خذها وارحل، هناك غيرك كثير. سكت سليم وشعر بالظلم يخنقه، ولكنه لم يستطع أن يفعل شيئا. نظر إلى النقود القليلة التي مدها التاجر نحوه، ثم أخذها ببطء وهو يدرك أنه لا يملك خيارا آخر. خرج من الدكان، والشمس لا تزال حارقة، ولكنها لم تكن أشد قسوة من شعوره في تلك اللحظة. سار في الطريق وهو يفكر، لا يشكو ولا يتكلم، ولكن في داخله شيئا يتحرك، شيء بين الحزن والرضا، بين الألم والصبر.
وعندما عاد إلى بيته مع غروب الشمس كان وجهه متعبا وخطواته بطيئة، ولكنه حاول أن يخفي كل ذلك قبل أن يدخل على أمه، وفي داخله سؤال لا يفارقه: إلى متى سيبقى هكذا؟ ولم يكن يعلم أن تعب هذا اليوم وما حمله من ذل صامت سيقوده قريبا إلى طريق لم يكن يتوقعه. وفي صباح اليوم التالي، وبعد ليلة لم ينم فيها سليم إلا قليلا، كان يسير في طريق غير معتاد، طريق يبتعد شيئا فشيئا عن بيوت القرية وأصواتها، كأنه يهرب من شيء لا يعرفه أو يبحث عن شيء لم يجده بعد. وكانت الأرض تصبح أكثر وحشة، والأشجار أقل، والصمت أثقل. كان قد سمع من بعض أهل القرية عن بيت قديم في طرف الأرض، بيت هجره أصحابه منذ سنين، ويقول الناس إنه منحوس، وأن كل من يدخله لا يخرج منه كما دخل. ولكن سليما لم يكن يؤمن كثيرا بهذه الحكايات، أو ربما كان فقره أقوى من خوفه، فكل مكان مهجور قد يحمل شيئا يباع، وكل شيء يباع قد يقربه. خطوة من علاج أميه. توقف سليم على بعد خطوات من البيت ونظر إليه في صمت. كان البيت قديما جدا، جدرانه متآكلة ونوافذه مظلمة كأنها عيون تنظر إليه من الداخل، وبابه خشبي عتيق يميل قليلا وكأنه على وشك السقوط. هبت نسمة باردة فجأة، فشعر سليم بقشعريرة تسري في جسده، وتردد لحظة كأن صوتا خفيا في داخله يقول له أن يعود، ولكنه تذكر وجه أمه وسعالها، فتقدم خطوة أخرى، مد يده نحو الباب ودفعه ببطء، فأصدر صوتا طويلا مزعجا صريرا كأنه أنين شيء قديم يرفض أن يفتح. فتوقف قلب سليم للحظة ونظر خلفه غريزيا، ولكنه لم ير أحدا، فتنفس بعمق ودخل، وما إن خطى خطوتين في الداخل حتى شعر بأن الهواء أثقل وأبرد وممتلئ برائحة القدم والغبار. كان الغبار يغطي كل شيء، الأرض والجدران والأثاث المهمل، ومع كل حركة كان يرتفع في الهواء كسحابة خفيفة تشوش الرؤية. فرفع سليم يده أمام وجهه وتقدم بحذر. كان الصمت في الداخل مخيفا، لا صوت إلا خطواته وصدى أنفاسه، وفي كل ركن كان يشعر كأن شيئا يراقبه، لا يراه ولكنه يشعر به. فالجدران كأنها تحمل ذكريات ثقيلة، والأثاث المتروك يبدو كأنه يحكي قصصا صامتة. توقف سليم لحظة وقال في نفسه بهمس: لا شيء هنا، هذا مجرد بيت قديم. ولكن قلبه لم يكن مقتنعا بكلماته، ومع ذلك تابع بحثه، يفتش في الزوايا، يفتح صندوقا قديما ويحرك كرسيا متآكلا عله يجد شيئا ذا قيمة. وبينما كان يتجول في أحد الغرف لمح في الزاوية شيئا مغطى بقطعة قماش بليت، كان مختلفا عن بقية الأشياء، كأنه لم يمس منذ زمن طويل. فتوقف وشعر بنبضات قلبه تتسارع، وتقدم نحوه ببطء كأن كل خطوة تحمل ثقلا غامضا. مد يده ورفع القماش عنه بحذر، وفي تلك اللحظة شعر ببرودة غريبة تسري في أصابعه، وكأنه لمس شيئا ليس كبقية الأشياء، وتجمد في مكانه وهو يحدق فيما أمامه دون أن يدرك أنه خطى خطوة لن يكون بعدها كما كان.
وعندما رفع سليم القماش بحذر، ظهرت له لوحة قديمة ملفوفة بقطعة قماش بالية، وكأنها كانت تنتظر أن يكشفها أحد. لم يكن يفكر سليم في أمرها كثيرا، فكان يرى في كل يوم أشياء قديمة ويجمعها ليبيعها ويحصل على قليل من النقود، فظن أن هذه لوحة أخرى من بقية الخردة لا تستحق كل هذا الاهتمام. ولكن ما أخذه بهواية في اللحظة التي لمس فيها الإطار الغريب، شعر بشيء غريب يجتذب يده، وبرودة غريبة تسري في عصبها كأنها تنبض بحياة. الإطار كان ثقيلا، مصنوعا من معدن غريب، وعليه نقوش لا يعرف سليم معناها، أشكال متشابكة وحروف غريبة تتحرك في عينيه كأنها تنفس شيء غير مألوف. تنهد سليم وحمل اللوحة بحذر، وأحس كأنها تناديه، صوت صامت في داخل روحه، كأن اللوحة قالت له: أنا هنا لك، فتحني. شعر باهتزاز طافي على جسده، وفجأة كان الهواء باردا في الداخل، وكأن غبار السنين تفرق لتظهر له شيئا أكثر سحرا. ولم يكن سليم يدرك لماذا يشعر بهذا التوجس والإثارة في نفسه، فقبض على اللوحة بكلا يديه وشعر بثقلها الغريب، وعاد إلى أسفل البيت مسرعا بحذر، كأنه يحمل كنزا، ولا يدرك أنه عليه أن يتصدى لما يتبع ذلك الاكتشاف. وبينما كان يخرج من البيت وشعر بوسامة ضوء الشمس على وجهه، لم يستطع أن ينسى الشعور الغريب الذي مر به. في روحه شعر بأن هذه اللوحة ليست ككل الأشياء الأخرى، وأنها ستغير حياته بشكل لا يصدق. وعندما وضع اللوحة في كيسه وأغلق باب البيت المهجور، شعر بوجهه يلتهب من الحمل الغامض، وقلبه يختلط بين الحذر والاشتياق، كأنه يعرف أنه على أبواب شيء لا يمكن له التوقع. ولم يكن سليم يعلم أنه في تلك اللوحة يكمن سر قد يحول كل ما يعرفه، ويفتح له أبوابا لم يكن يحلم بها قط، أبوابا لحياة جديدة، أمل وسحر، ولكنه لا يعلم كيف سيستخدمها ولا مدى القوة التي تحملها. وبينما هو يسير عودة إلى بيته، شعر بصوت هادئ في داخله، كأن اللوحة قالت له: احفظني، فأنا سأكون رفيقك في كل خطوة قد تأتي. وعندما وصل سليم إلى بيته ووضع اللوحة على طاولة قديمة في ركن الغرفة، شعر بفراغ غريب وشوق غير مألوف، فجلس على كرسيه الصغير ونظر إلى الإطار بانتباه. كان صمت البيت يغمره، ووجه أمه التي نامت متعبة في الحجرة الأخرى يخطر في عقله، فقرر أن يجرب شيئا غريبا، شيئا ليرى إذا كانت اللوحة تخفي فيها قوة حقا. أخذ قلمه ورسم على سطح اللوحة رغيف خبز صغير، وأضاف تفاصيل القشرة والنار الخفيفة على وجهه، فكل شيء كان دقيقا وحيويا. بعد ذلك نظر إلى اللوحة وتنهد، ثم وضع رأسه على وسادته وأغمض عينيه، وقال في نفسه: ربما كان كل هذا سخفا، ولكنني سأرى. ولم يمض سوى ساعة قليلة حتى نستيقظ على صوت شيء غريب. تحرك ونظر حوله، وفجأة وقفت عيناه على رغيف خبز حقيقي على الطاولة، يندر أنه ينتسم الرائحة الخبيزة بين يديه.
تجمد سليم في مكانه، صدمة وشك وخوف يجمعه في نفس اللحظة. أمسك بالرغيف ببطء، يمسسه ويتأكد أنه ليس خيالاً، فالبرودة الخفيفة والملمس الحقيقي أقنعاه أن هذا حقاً. تنفس عمقاً ووضع فمه على رغيف الخبز، وأكل قليلاً، وكل ملمسة وكل قرمة كانت تشعره بالدهشة والرهبة. لم يكن يعلم كيف يصف لمن يراه ما يحدث، فاللوحة أظهرت له أن عالمه سيتغير، وأن كل ما يرسمه سيصبح حقيقة. وبينما هو يجلس متفاجئا، شعر بوسامة غريبة في الصمت، وكأن اللوحة تستمر في نادائه بصوت لا يسمع، ولكنه يشعر به. الآن كل شيء قد يتغير، كل رغبة لك قد تكون حقيقة. شعر سليم بخوف وإثارة في آن واحد، وأدرك أن هذه اللوحة ليست عادية، وأن الطريق الذي سيسلكه سيكون مملوءا بالمفاجآت والمخاطر. ولكنه لم يستطع أن ينتهز ساعة الرغيف فقط، فقلبه ملء بالتشوق لما سيكون في اليوم التالي. وعندما صبح الصباح وأشرقت أشعة الشمس على بيوت القرية الطينية، جلس سليم على طاولته واللوحة أمامه، وشعر بشيء غريب في قلبه، مزيج من الحذر والإثارة. أمسك قلمه ونظر إلى السطح الفارغ، فأحس بشغف ليرى إذا كانت القوة التي شعر بها ليست مجرد صدفة. بصوت هادئ وقال في نفسه: ليرني الله لماذا أشعر أن هذه اللوحة لا تصدق؟ فرسم رصيدا من النقود قليلا في الأول، فأظهر رسمه وحده أنه سطح بسيط لا شيء غيره. وبعد لحظات قليلة وفجأة ظهر على الطاولة رصيد حقيقي من النقود، صغير ولكنه كان يكفي ليشعره بأن كل شيء ممكن. شعر سليم بفرح غريب، ودفعه هذا الاكتشاف ليحاول أمرا أكبر، فتذكر أمه وسعالها الذي لم يفرغ منه الليالي، وشعر بوجع عميق في قلبه. أمسك القلم ورسم على اللوحة وصفة دواء لعلاج أمه، حتى كان الرسم واضحا مع أشعة صغيرة تتلألأ على زوايا القطع. ولم يمضت سوى لحظات حتى وجد على طاولته زجاجة دواء حقيقية، وشعر بقلبه يخفق سريعا، فأخذ الزجاجة بحذر وأدخلها إلى حجرة أمه. عندما رأت أمه الدواء تأثرت وامتلأت عيناها بالدموع، وسألته بحب وقلب يخشع: من أين جئت بهذا؟ فتنفس سليم ودمعه يجمع فرحه وفجوته. فقط لوحة عجيبة وقلم، ولا أعلم كيف صار هذا. وبينما تأكد أن أمه تأخذ الدواء، شعر سليم بأن قلبه يختلط بين الأمل والإثارة، وأن هذه المعجزة الصغيرة قد فتحت له أبوابا لم يكن يتخيلها، وأنه لأول مرة في حياته يشعر أنه قادر على تغيير ما يحتاجه. تنفس عمقا ووضع يده على اللوحة، وقال في نفسه: إنني لن أتوقف هنا، هذه اللوحة ستغير كل شيء. وعندما تعلم سليم قوة اللوحة وشعر بأن ما رسمه يصير حقيقة، شعر بشيء من الثقة في نفسه، وبدأ يجرب أمورا أكبر من رغيف خبز والدواء الصغير. فرسم ملابس له ولأمه، فظهرت على أجسادهما بشكل حقيقي. ولم يمض مرة قليلة
حتى أتت أثاث جديد إلى غرفته، كأن البيت تجدد بسحر غير مرئي. وبينما هو يتفاجأ بالقدرة التي أمسكت بها، بدأت أهل القرية يلاحظون تغيرات غريبة في منزله وشكله، فصارت نظرات الحسد والاستعجاب تتبادل بين القرية. سليم ورغم فرحه والاشتياق شعر بثقل غريب في قلبه، فلم يعد يرسم فقط للأمور الضرورية، بل بدأ يرسم ليجمل حياته وما يرى فيه فرحاً، وهذا جعله أكثر وضوحاً للناس أنه مختلف. تساءل أهل القرية بصوت خفي وبنظرات غريبة: ما هذا التغير؟ كيف أصبح بيته وهو لا يمتلك غير القليل؟ وكان بعض الشباب يستهزئون به في غيابه، ويقولون أموراً غير لائقة، ورغم ما يشعر بالرهبة يتجنب كل سؤال وكل نظرة ويبقى صامتاً. وبينما يكون في غرفته، شعر سليم بتحول غريب في نفسه، فإحساس القدرة والإثارة أخذ يتصاعد، وأنا أحس بأنه ليس له حد، وأن كل رغبة قد تصبح حقيقة. ولكن هذا القدرة جلبت معها شعوراً غريباً، كما أن عيون القرية تتتبعه بصمت، وكل نظرة كأنها تسأل: متى سيفرغ هذا السر؟ فشعر سليم أنه عليه أن يكون حذراً، وأن هذه اللوحة ورغم جمالها وسحرها لا تخفي فقط الفرح، بل تحمل معها خطراً لم يتوقعه. وعندما أدرك سليم أن اللوحة لا تقتصر على الرغيف والدواء فقط، شعر بتشوق غريب ليجرب شيئاً أكبر، فأمسك القلم ورسم بيتاً كبيراً. فظهر بيت بجدران بيض ونافذات ملونة وسقف يلمع في شمس الصباح. وبينما كان ينظر إلى بيته الجديد، شعر بترف لم يذقه قبلاً، وبدأ أهل القرية يلاحظون تغير وضعه، فصار من الأغنياء في ليلة واحدة. أمسك سليم بنفسه وشعر بفرح، ولكن هذا الفرح جلب معه شيئاً غريباً. صوته أصبح أكثر ثقة، وكلماته أصبحت أكثر حدة، وهو يبدو أنه غرق في عالمه الجديد. بدأ سليم يبتعد عن أصدقائه القديمين، وكل من يقرب إليه يشعر بتبادل غريب، فصارت نظراته تكتسب صفة غير عادية، ورغم أنه يبتسم أمام أمه، يشعر بإحساس داخلي غير مريح، كأنه لا يعرف إلى أين سيقوده هذا الطمع. وبينما كان يتفكر في حياته الجديدة، شعر بوجه غريب من القلق، كأن هذه اللوحة ورغم سحرها لا تحقق سعادة كاملة بلا حكمة في الاستخدام، وأنه عليه أن يتحلى بحذر في كل رسم يريد أن ينتجه. وفي نفس اللحظة شعر سليم أن قلبه يختلط بين الفرح والتوتر، وأنه لن يستطيع العودة إلى طبيعته القديمة سهلاً، فكل رسم سيكون مفتاحاً لتغير أعمق، وأن هذه الثروة والسحر لهما ثمن لا يرى بسيطاً. وبينما كان يتأمل بيته الجديد والأثاث، شعر بصوت هادئ في داخله، كأن اللوحة تنبهه: كل شيء له ثمن، فاحذر أن تسبح في القوة بلا حكمة. وعندما كان سليم يستمتع بحياته الجديدة وببيته الفخم والأثاث الجديد، بدأت الأخبار الغريبة تصل إلى أذنه من القرية. رجل من الجيران فقد كل ماله في ليلة واحدة، ورجل آخر أصبح بيته فارغاً وخالياً بغير سبب يظهر.
وبينما كان الناس يهسون في الزواق وفي السوق، ترى العيون تتجسس وتتساءل: ما هذا؟ كيف صار كل شيء غريبا؟ كانت الهمسات تحرجه، وكل صمت منهم يحمل سؤالا خفيا. سليم، ورغم أنه لا يرى صلة واضحة بين اللوحة وهذه الحوادث، شعر بخوف وغربة في قلبه، كأن وزن قدرته يثقل على روحه. أحس بشعور غريب من الذنب، وهو لا يفهم كيف لأفعاله أن تؤثر على غيره. تناملت الأفكار في رأسه، وأحس بأول وقت أنه لا يستطيع النوم بسهولة. كل ضجة في الشارع، كل نفس غريب من الناس، أثار في نفسه الرهبة والارتباك. ولم يمض يوم قبل أن يشعر بأنه مرتبك، فكل حس في القرية كان يرتد على نفسه، وأنه وحده وبقوة اللوحة يحمل مسؤولية لا يدرك حدها. شعر سليم أن قلبه يختلط بين القلق والذهول، وبين التوتر والطمع الذي لم يزل يتصاعد في نفسه. وعندما أغمض عينيه ليلاً، شعر بالأرق يسري في عصبه، كأن اللوحة ورغم ما أصبحت أكبر حالاً لا تترك له مخرجاً سهلاً من القلق والذكرى. وبينما هو يتحرك في الغرفة محاولاً أن يستريح، شعر بصوت صامت في داخله: كل شيء له ثمن، وأوله قلق الناس ومصادفات الغريب. وعندما صبح سليم في صباح مشمس، وقد تصاعد القلق في قلبه من الليالي السابقة، خرج ليتجول في الزواق ليرى كيف تتصرف القرية بعد أخبار الحدوث الغريبة. وفجأة لمح جارا قديما يرتجف ويحاول أن يحمي ما في يده من النقود، وتجمد سليم في مكانه وعيناه تراقب. تقدم الجار ورفع يده ليريه ما بقي، فانكدست النقود والأموال كلها، وفقدت كأنها تبخرت في الهواء. وفجأة رسم سليم في ذهنه، وتأكد بصدمة غريبة أن كل ما رسمه له قدرة أن يأخذه من آخرين، ليس من الفراغ. تناهى إلى أذنه صمت غريب، وأصبح كل شيء مرتبكا في نفسه. شعر بانهيار نفسي وخوف من قدرته، وكان يرفض أن يصدق ما رأى عيناه. كل ما حوله صار غريبا ومرعبا، وكل رسم في اللوحة لم يعد برفقة فقط، بل حاملا لقوة تؤذي الآخرين. وأخذ سليم يتجول في الغرفة ويرسم في نفسه، ويحاول أن يفهم كيف صارت اللوحة هذه الأمراض والقوة. وشعر بخوف عميق من نفسه، كأنه وحده في معركة غير مرئية. كل لمسة على اللوحة وكل رسم ينتجه في يده كانت تذكره بأن القدرة ليست هبة فقط، بل تحمل مسؤولية ضخمة. شعر أنه عليه أن يكون حذرا كل الحذر، وأن هذه اللوحة قد تكون سيفا بالملة والظل، وأن أي رسم لا يحسب قد يؤدي إلى كارثة. وبينما هو يجلس متجمدا أمام اللوحة، شعر بصوت غريب في داخله: كل قوة لها ثمن، وأوله ما ليس لك. وهذا الصوت أخذ يراقص في عقله، مما زاد من الرهبة وخوفه. وعندما أصبحت الليالي طويلة وأمه تسوء صحتها، شعر سليم بوجع عميق يخرج من قلبه. أمسك اللوحة وقلمه وبدأ بالرسم، ورسم صورة شفاء أمه. كل خطوط وكل لمسة من القلم كانت تحمل أملاً ورجاء. في 3 أيام شعر بتغير غريب في أمه، فتنفست بنفس أول صحيح،
وتبسمت عيناها تتلألأ بالدموع. ورغم فرحته سمع صرخة مرة تخرج من أزقة القرية. جرت الأمور بسرعة، فاطلع على حجرة طفل صغير ورأى أنه قد فقد حياته فجأة، كأن الرسم له ثمن غير مرئي. صرخت أم الطفل صرخة مرة، وجمعت العينان الدموع والحزن، وتجمد سليم في مكانه، ونظرت عيناه إلى اللوحة وإلى الطفل بالانكسار والذهول. أحس بصراع داخلي عنيف، كأن نفسه تمزق بين الفرح والألم، وبين الرغبة في مساعدة من يحب والخوف من العواقب. شعر أنه لا يستطيع أن يستمر في الرسم بدون تخطير ووزن لكل فعل. وبينما كان يحمل اللوحة بيديه، تمتع بصمت مخيف في الغرفة، وأحس بوجع يختلط بالخشية والذهول. كل رسم، كل خط، كل لمسة لم تعد برفقة فقط، بل صارت سيفا وحملا ثقيلا على قلبه. شعر سليم أنه عليه أن يفكر بحكمة كل مرة يمسك اللوحة، وأن القدرة ورغم جمالها وسحرها قد تؤدي إلى ألم وخسارة ليست مستحقة. وفي ذلك الصمت وبين الدموع والخوف أصبح يعلم أن الطريق الذي يسير فيه لا يسمح له بالهروب منه. وعندما أدرك سليم كم الثقل الذي أحملته اللوحة وكيف أثرت على غيره، شعر بوجع غريب في قلبه، وأن الطريق الذي يسير فيه لا يمكن أن يستمر. أحس أن كل رسم سيكون له ثمن، وأن أمله في سعادة أمه وأهل القرية يتعلق بقرار صعب جدا. في ليلة هادئة أمسك سليم اللوحة ونظر إليها طويلا، وشعر بهدوء غريب يملأ الغرفة، كأن الزمان توقف للتأمل. قرر أن يرسم آخر رسم، اختفاء اللوحة، ومعها كل القوة والمسؤولية. وبلمسة هادئة تبدلت الألوان على السطح، وبطول لمحة تلاشت اللوحة كأنها لم تكن هناك أبدا. وسليم أحس بخلاء في يديه وفي قلبه، ولكن هذا الخلاء جلب له سلاما غريبا. في الصباح عادت القرية إلى طبيعتها، وأصبحت الأهواء هادئة، وكل شيء في مكانه. الناس تذكروا سليما كرجل طيب، وكان يساعد غيرهم بقلب نقي، ولم يعدوا يتذكرون سوى طيبته وأخلاقه الحسنة. وبينما يجلس سليم على أحضان الطفولة وينظر إلى بيته البسيط، شعر بسكينة غريبة في نفسه. أدرك أن أصل القوة لا يكمن في الرسوم واللوحة، بل في القلب الطيب والطموح للصح والمساعدة. وبهذا أغمض عينيه وتنفس نفسا عميقا، وعرف أن كل تضحية صغيرة أو كبيرة، وكل قرار صحيح يساعد في جعل العالم أفضل، وأن طيبة القلب هي أعظم قوة من كل السحر.